السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بكم وعام جديد، معاكم سالي من قناة سالي هوم. النهارده إن شاء الله كده فيديو جديد إن شاء الله عن إعادة تدوير، هنعمل أفكار حلوة جدًا للمطبخ، بس قبل ما أبدأ عايزاكم تشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني، وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. صلّوا على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول فكرة معايا النهارده عملتها من إطار مراية قديم، كان كده المراية مكسورة والإطار بتاعها فضل عندي فترة ما كنتش عايزة أرميه، قُلت هاعمل بيه فكرة حلوة، بس وقتها ما كنتش عارفة أعمل بيه إيه بالضبط، بس إيه، احتفظت بيه كده لحد ما جات لي الفكرة اللي عملتها بيه، تمام. آمم، طبعًا الفكرة ديّة الفكرتين اللي موجودين في الفيديو النهارده هُم ظهروا معاكم في الفيديو بتاع تجديد المطبخ، بس ما كنتش عملت الطريقة بتاعة صنعهم يعني. فأنا النهارده هاشارك معاكم كده قُلت لكم هاعمل لكم الفيديو بطريقة مفصلة عملتهم إزاي، ده الفيديو بقى اللي أنتم هتشوفوه دلوقتي، واللي عايز يشوف الفيديو بتاع تجديد المطبخ تغيير شامل، تغيير جذري 180 درجة، هانزّل لكم وهاكتب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف، تمام. لفّيت كده شرايط الخيش على إطار المراية زي ما أنتم شايفين، وهاجيب كمان كده قطعة من الخيش على شكل مستطيل كده وهالزقها في النُص. طبعًا أنا هاستخدم الشريط ده شريط شبه الخيش بالضبط بس فيه لمعة كده حلوة، ولو أنتِ مش عايزة تستخدمي بقى أي حاجة مكلفة، ممكن من نفس الخيش اللي أنتِ شغالة بيه تعملي كده قطعة مستطيلة وتلزقيها زي ما أنا هاعمل كده بالضبط. طبعًا زي ما أنتم شايفين كده الخيش أنا ما اشتريتهوش خالص، ده كان عندي شكارة كده من البصل كانت من الخيش، فأنا ما حبيتش أرميها بعد ما فضيتها ورُحت ماسكاها كده غسلاها كويس، وقُلت هاستخدمها بقى عملت منها أفكار كتير جدًا. آمم طبعًا الخيش يعني بيبقى في شكاير الرز، شكاير البصل، موجود يعني بكثرة، تمام. فإحنا كده ما استهلكناش أي حاجة خالص، يا دوب بس حتة الشمعة اللي أنتِ هتلزقي بيها الحاجات دي، خلاص. وقُلت لِك لو مش عايزة تحطّي الشريط هتحطّي حتة خيش برضه هتبقى شكلها حلو، و وشكل الإطار اللي إحنا عاملينه. هاجيب كده زرع من عندي برضه دي كانت بواقي من زرع قديم، وشوية ورد كده برضه كانوا موجودين عندي، لزقتهم كده بالطريقة ديّة على الجزء ده من المراية، من الإطار بتاع المراية. يعني كل ده من إعادة تدوير، ومن حاجات موجودة عندنا أساسًا يعني كانت هتترمي. خلاص يبقى إحنا ما كلفناش نفسنا خالص، وعملنا حاجة شكلها شيك وبتتباع بمبلغ، يعني بتتباع بأسعار كويسة يعني مش رخيصة، تمام. ده بقى شكلها النهائي، هاعمل لها كده طرف كده من الخيط للتعليقة عشان يتعلق منها. طبعًا بقى ممكن تستخدمي تعملي الفكرة ديّة بخامات تانية خالص، ممكن تلفّي على بدل القماش اللهم صل على سيدنا محمد، بدل قماش الخيش ممكن تلفّي خيط مكرمية أو خيط من الصوف، أو أي قماشة تانية عندِك تكون شكلها حلو، وتكون نضيفة كده وتكون مناسبة للذوق بتاعِك يعني للمكان اللي أنتِ هتحطّها فيه. تمام. جِبت الشريط ده بتاع كنت وريته لكم قبل كده بتاع اللي بيتلف حوالين التورتة، هو عامل زي المعدن كده بس خفيف يعني وبيتقص بسهولة، أو زي البلاستيك أنا مش عارفة هو الخامة بتاعته إيه بالضبط، تمام. أو زي ورق الفويل كده بس جامد من اللي هو ناشف، خلاص. قصيت كده شكل هلال ونجمة. عايزة بقى أفكّركم لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي انزلي اعملي لايك واشتركي في القناة وفعّلي زر الجرس عشان يوصلِك كل جديد، وشوفي الفيديوهات اللي قبل كده في القناة عاملة فيديوهات حلوة جدًا للترتيب وللتنظيم وللديكورات كمان، ديكورات للمطبخ وديكورات لرمضان. أتمنى الفيديوهات تعجبِك وتطلعي من القناة وأنتِ مستفادة أي معلومة أو فكرة جديدة ما كنتيش تعرفيها قبل كده، تمام. عملت بقى كده النجمة والهلال، طبعًا عاملاهم كده بطريقة عشوائية بس طلعوا مضبوطين زي ما أنتم شايفين. لزقتهم بالشكل ده كده على التعليقة، حطيت النجمة على اليمين والهلال على الشمال، آمم شكلهم حلو جدًا كده وادّاهم كمان شكل أحلى. هنكتب بقى عليها كده رمضان مبارك، بمناسبة إن إحنا في رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. طبعًا ممكن تعمليها قبل رمضان، ولو أنتِ داخلة على العيد ممكن تكتبي عليها عيدكم مبارك،
أو حتى لو إحنا مش في رمضان أو العيد ممكن تكتبي عليها مثلًا أي جملة كده للبيت تعلقيها على باب الشقة أو تعلقيها في أي مكان عندِك في البيت. أنا علقتها في المطبخ وده شكلها كده، أتمنى يكون عجبكم. لو عجبتِك الفكرة بقى انزلي حطي لايك وكمّلي معايا لنهاية الفيديو وشوفي الفكرة اللي بعد كده. ندخل بقى على الفكرة اللي بعد كده. كان عندي برضه قطعة من الخيش من بقية الشوال اللي أنا قُلت لكم عليه، والحبل ده كان بتاع برضه حبل خيش. الحبل ده كان كبير تخين، بس زي ما أنتم شايفين كده بيبقى كذا واحد ملفوفين على بعض، فهُم كان واحد تخين، فأنا فكيته فبقى 2 بنفس الحجم ده. فبدأت كده أجيب الجزء اللي هو طرف الحبل وألفّه على القماشة بتاعة الخيش بالشكل ده كده، لحد ما يبقى مدّيني الشكل اللي هو الدائري كده. بالِف الحبل كده حوالين نَفْسه. طبعًا أنا بالِف الحبل في منتصف القطعة بتاعة القماش اللي عندي بالضبط، في النُص، لا في الجنب ده ولا في الجنب ده، في النُص بالضبط. فأنتِ كده ضبّطيها والزقي في النُص بالضبط، وابدئي لفّي كده بمسدس الشمع، حُطّي شمع والزقي لحد ما يطلع معاكِ كده زي القرص كده، هيفضل يلِف معاكِ لحد ما يبقى إيه، مدوّر كده. طبعًا الحبل ده بيتباع فين؟ بيتباع عند بتوع البويات والحدايد، خلاص؟ بيبقى فيه بقى أحجام كتير جدًا وأشكال مختلفة، وفيه بيبقى الرفيّع وفيه التخين وفيه التخين جدًا. ده كان تخين شوية فما كانش هيعمل لي الحجم اللي أنا عايزاه، لفّيته على بعضه لقيته هيبقى قرص صغير، ففكيته وعملت منه كده إيه، حبلين طوال. وممكن لو عايزة تفكّهم كمان يتفكّوا. هو الحبل كان فيه 4 تِحبال مبرومين على بعض. خلاص، لفّيت كده الحبل الأولاني، وأنا طبعًا لمّا فكّيتهم بقوا جزئين، الحبل الواحد بقى 2. فأنا عملت كده الجزء الأولاني وهابدأ أكمّل كده ببقية الحبل على في النقطة اللي أنا انتهيت بيها، يعني الحاجة اللي أنا كمّلتها لحد الآخر بابدأ بيها برضه ألِف. طبعًا الشكل اللي أنتم شايفينه ده هيتضبط في الآخر بعد ما ألزق كل الحبل اللي معايا. عايزة أفكّركم بقى كده بالباقيات الصالحات. خير عند ربِّك ثوابًا وخير أملًا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طبعًا ذكر ربنا ده أجمل شيء في الدنيا. عبادة سهلة ومش بتتعبي خالص فيها، يا دوب كده بتحرّكي لسانِك هتلاقي نفسِك بتذكري ربنا، وكمان عشان إحنا في رمضان كل سنة وأنتم طيبين. الأذكار فيها بقى الحسنات فيها بتبقى متضاعفة. فالذكر ده عبادة سهلة ويسيرة كده وما بتاخدش منِّك لا وقت ولا مجهود، يا دوب كده بتحرّكي لسانِك وأنتِ بتشتغلي تاخدي حسنات وسبحان الله يعني، وتلاقي تيسير في الشغل اللي أنتِ بتعمليه. تمام. خلّصت كده لَف الحبل كلّه زي ما أنتم شايفين، وبدأت بقى أقص الزيادة بتاعة القماش. طبعًا في ناس ممكن تعمل الفكرة ده على كرتونة، بس ما حبيتش أنا موضوع الكرتونة ده خالص. هو كده على قطعة القماش بس، وبيبقى حلو جدًا ومتين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جامد جدًا وجميل. طبعًا ده كوستر بيتباع غالي جدًا، بيتباع ب200 و300 جنيه. إحنا عملناه، أنا كنت شارية الحبل ده ب25 جنيه، ممكن يكون زاد شوية، ممكن يكون مثلًا بقى 35، 40. بس طبعًا مش زي التكلفة اللي لو كنتِ اشتريتيه جاهز كان هيبقى مكلف أكتر. أتمنى أفكار النهارده تكون عجبتكم، تكون سهلة كده وبسيطة في التنفيذ ونتيجتها تكون حلوة. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. حبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.